السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في صحة جيدة وفي سعادة إن شاء الله. اليوم جاية عيانة من الخدمة، لكن توحشتكم بزاف وفكرت أنه كل مرة نديرو موضوع فيديو قصير، نهضروا، نعطيكم الرأي ديالي، ونتمنى نتومايا تقولوا لي الرأي ديالكم في الكومنت. اليوم غادي نهضروا على السيدات اللي جاو لأمريكا، جاو هما ورجالاتهم مازال جداد، مازال الله غادي يبداو حياتهم مع رجالاتهم، يعني مازال غيبداو من الصفر. اما جاو بالقرعه، اما السيد يعني شوفوا كيفاش جاو، لكن الاكثريه يجوا بالقرعه. لانه ما تنهضرش على رجاله اللي داروا الوراق هنايا ومشاو وجابوا عيالاتهم، تيكونوا شويه عارفين، تيكونوا شويه يعني مدخرين شويه الفلوس، اما اللي تيكونوا جايين شويه الحياه صعيبه. اليوم الموضوع اللي غادي نهضروا فيه وهو على الوليدات، يعني المراه تتجي لامريكا وتتبغي تتولد وليد او بنيته وعاون راجلها، ولكن هنايا المشكل هو انه يعني بزاف العيالات تفكروا انهم يرسلوا وليداتهم للمغرب باش يبقاو هنايا باش يخدموا، لانه الذكر هنا غالي، وباش تخدم على خاطرها وتعاون راجلها. وهاد الفكره هذه يعني بغيت نعطي رايي ديالي في هذا الموضوع هذا من تجربتي. انا جيت لهنايا، خدمت في الاول تقريبا ما كاملش العام، ومن بعد رحلنا لانه احنا جينا لابسيت نيويورك، واحد المدينه صغيره. خدمنا، جمعنا شويه الفلوس، شرينا طوموبيل والفلوس باش غادي نرحلوا لولايه اخرى. مشينا من ابسيت نيويورك لتكساس، وراجلي سايق طوموبيل من ابسيت نيويورك لتكساس وهو سايق، ومشينا لتما كينا. من بعد ما عجبتنيش تكساس شهر وجيت لكولورادو. من موراها 3 شهور حملت. فاش حملت ولدت. من موراها 21 يوم الوالده ديالتي جات وسات معايا 6 شهور. بالنسبه انايا ما فكرش انني نرسل ولدي للمغرب. هاد الفكره هذه غالطه، الناس اللي تيديروها كاين بزاف اللي داروها، ولكن يعني نفسيا للاطفال اوكي تتقول انايا ارسلت ولدي جوج ولاد او جوج بنات او ولد وبنت للمغرب، ومن بعد فاش وصلت الوقت ديال المدرسه رجعوا وبداو تيقراو وما عندي حتى شي مشكل. اللي تنشوف انا هو الحاله النفسيه ديال الطفل. حتى من حنا الحاله النفسيه ديال الطفل ما تتبانش دابا، تتبان تنكبروا. فاش نكبروا تتبان واحد المخلفات ديال الطفوله ديالنا في السن ديالنا فاش نكبروا. يعني الاباء ما تيعرفوش الحاله النفسيه ديال الطفل ديالهم حتى غادي يكبر وغادي يقرا وغيتزوج، تتبقى شي حاجه ديال الطفوله مأثره على الانسان. تنصح انايا النساء اللي جاو لامريكا مع رجالاتهم بغاو يخدموا تخلي ولدها او بنتها معاها. بليز ما صيفطوهمش للمغرب، نقولوا انا صيفطهم 4 سنين 5 سنين ومن بعد يجيو ولا، لانه احنا ولادنا بغينا نشوفوهم تيكبروا قدامنا، تيتمشاو قدامنا، تيحبوا قدامنا، تيبداو ياكلوا قدامنا. واخا ما عرفتش شنو ديال الفلوس اللي غنجمعوا، ما غتعوضش هذيك اللحظه
شوفوا حنايا اولاد خوتنا اولاد خواتاتنا فاش ما تنكبروش معاهم، ما تنشوفوهمش كيفاش كبروا وكيفاش هضروا وداكشي، ما تنحسوش بيهم بحال شي طفل اللي كبر معانا وشفناه من الاول كيفاش كبر. انا متفقه معاكم. كاينين بزاف النساء اللي تجي لامريكا انها عندها حلم، باغا تشري الدار، باغا تشري الطوموبيل، باغا تعيش حياه مزيانه، من حقها، ما نقولش ليها لا. انا فاش جيت تنشوف الناس، الله جيت انا ما عارفاش، تنشوف الناس تيقول لك او انا شريت هاوس ما عرفتش شحال، تنقول واو كيفاش، يعني كيفاش غادي تنشوف انا راسي تنقول نقدر ندير هاد الفلوس وغادي نشري انا هاوس وغنشري طوموبيل، يعني هادشي بعيد. ولكن مع المراه فاش تدير شي حاجه في راسها تديرها وتتكون متفقه مع راجلها. اول حاجه الا بغيتي تخدمي وتعاوني راجلك من حقك ويعني وضروري تعاونيه. كاينه اول حاجه تقدري تخدمي في الديكير، تقلبي على ديكير، كاين ديكير ديال العرب او ديكير ديال الامريك باللغه ديالك، واش عندك اللغه انجليزيه مزيانه او شويه، عندك الحق انك دي معاك ولدك للديكير تخدمي ودي معاك ولدك للديكير. هذه اول حل. كنتي ما عندكش الكانه ديال الدراري وهذه يعني تسطر عليها بالسطر احمر، لانه لما كانش عندك الكانه مع الدراري والصبر ما تقدريش تخدمي في الديكير، لانه هنايا يعني الدراري الاطفال شويه صعيب التعامل معاهم. يعني كان عندك الخاطر خدمي في الديكير، ما كانش عندك الخاطر بلا ما تخدمي في الديكير. كاين الحل اخر، تجيبي اما الوالده ديالتك او الام ديال راجلك، تعطيوهم 6 مانث 6 شهور، تجي تجلس في الدار تقابل لك ولدك او بنتك. هذا الحل الاخر. واخا ما عندكش الجنسيه، واخا ما عندكش الجنسيه تيعطيو العيالات الكبار انهم يجيو يعطيوهم 6 شهور، يعني ما كاينش مشكل. كاين عاود انه تخدمي انتي في الصباح ويخدم راجلك في العشيه او العكس. لانه هنايا ما غاديش واحد التضحيه اللي انا ضحيت وانه انا ولدت ولد واحد. هذه نقطه مهمه. الا جيتوا لامريكا وما عندكمش والديكم اللي غادي يقابلوا لكم والخدمه يعني بزاف الحوايج الصعاب هنا، بليز ما تكثروش الاولاد، لانه لو بديتي تتولدي ما غاديش تقدري تحطيهم في الديكير، ما غتقدريش تقابليهم، ما غتقدريش تخدمي، ما تقدريش توصلي داكشي اللي بغيتي. هذه بين قوسين، يعني الا بغيتي تعيشي بداك الشيء اللي تيتخلص راجلك، يعني ما بغيتيش ما عندكش واحد المشروع في راسك انك باغا تولدي الولاد بزاف باش يعني الدوله تعاونك، لكن انت بغيتي تعيشي من فلوسك، من الاحسن ما تولديش بزاف باش تقدي عليهم. تبادلي انت وراجلك، هو يخدم في العشيه وانت تخدمي في الصباح. ديز اوف ديالكم ما يكونوش بحال بحال. ديما انا كان ديز اوف ديالي يومين عندي مختلف على راجلي، باش انا تنجلس نقابل يومين ولدي وراجلي تيجلس يقابل يومين، وهذوك الايام الاخرى اللي تنخدموا فيهم بحال بحال ساعه ولا ساعتين، لانه انا تنخدم في الصباح وراجلي في العشيه، او مره تنتبادلوا ساعه وساعتين. تقدري كاينين عربيات او كاينين حتى امريكيات، انا كنت حاطه ولدي عند امريكيه في ديورهم، تديه شوفوا شحال من ساعه وساعتين او نص نهار، او انت مع من تلاقيتي. كاينين عربيات في المسجد، او كاين يعني الناس يوريهم ليك، او بزاف يعني تقدري تلقايهم، ما يكونش ثمن غالي، لانه الديكار تيكون غالي. وتحطي ولدك او بنتك وتخرجي تخدمي، يعني ماشي الام ديالي جات قابلت ليا ولدي ومن بعد وليت انا ولدي
نحطو مره عند مغربيه، مره عند باكستانيه، مره عند امريكيه. كل مره يعني تتعلم اللغات كلهم. كل مره فين تنحطو هذوك الايام اللي غنكون خدامه انا وراجلي، اما الايام الاخرى تنقابلو انايا او تقابلوا راجلي. هذا الحل يعني. الا بغيتي تعيشي حياه مزيانه وبغيتي تعاوني راجلك، بالنسبه للوليدات انا تنصح انكم ما تصيفطوهمش المغرب. بليز ما تصيفطوهمش المغرب، خليوهم معاكم. اما صيفط الوالده ديالتك، او ديري الدي اوف بدلي، او قلبي على الديكير، او كاينين نساء عربيات او مغربيات او امريكيات تشدوا في ديورهم. يعني هاد الشيء ماشي صعيب. وانا تنصح المراه انها تخدم، و وما نشوفوش انه صاحبتي او جارتي صيفطت ولادها حتى انا لا. لانه الحاله النفسيه ديال الطفل فاش يكبر عاد تتبان. و ياس هما غيتهلاو فيه اوف كورس، داركم او دار راجلك في المغرب غيتهلاو فيه وداك الشيء. ولكن الطفل بغى ماماه، بغى باباه، بغيتي انت تشوفيه، بغيتي تحسي بيه. يعني انا ما تنصحش انه تصيفطوه للمغرب. هذا موضوع. يعني بزاف الناس فاش يجيو لهنايا تقول لك اوكي انا عندي ولادي ما نخدمش، ويعني وتتبقى جالسه في الدار. لا، خدمي. والدراري يعني 4 سنين او 3 سنين ونص يمشي للمدرسه. المدرسه حتى هي تقدري ديه، تقدري دي يعني تيكون افتر سكول تيبقى في المدرسه تتجي من الخدمه. كاين المدارس اللي تتخلصي، كاين المدارس اللي فابور. يعني الاطفال هما تنتعذبوا معاهم، ولكن ماشي عائق اننا ما نخدموش لانه عندنا اطفال. هذا الشيء تنقولوا لكن عندك جويجات او واحد ما غاديش نولدوا بزاف. لو ولدنا بزاف ما غاديش نقدروا نقابلوا ولادنا ونخدموا. هذا الموضوع هذا بغيت يعني نطرق ليه، وبغيت ندير الفيديو هذا قصير باش نقول يعني يعني النساء المغربيات ما عندكش مشكل مع وليداتك اللي كانوا هنايا، تقدري تخدمي وتعاوني. سورتو تشوفي راجلك ما قدرش على المعيشه هنايا، والمعيشه غاليه بزاف هنايا. بغيتي تعاوني راجلك ما فيها باس، وتا ولادك غادي تلقى لهم الحل، وغادي تلقاي فين تحطيهم. طلب يعني واحد اللي غادي نقول لك ما تصيفطيهمش المغرب، خليهم معاك. وهنا غيتعلموا العربيه، هنا غيتعلموا كل شيء. هذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر فيه اليوم. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم. نتمنى ان هذه المواضيع هذه تعجبكم وتستافدوا منها وتستافدوا من تجربتي انا في امريكا. انا ولدت وليد واحد لانني انا قادره على وليد واحد. ماشي ماديا، نفسيا انا قادره على وليد واحد. اتفقت انا وراجلي باش نولدوا وليد واحد. ماشي المهم انني نولد 2 ولا 3 وانا ما قاداش عليه. هذا هو النصيحه الاخرى اللي بغيت نقول لكم. غتشوفوا نتيا علاش قاده، ماشي لانه انا اختي ولدت 2 3 حتى انا غنولد نو. يعني نشوفوا الوليدات اللي غنعطيوهم الحنان ولا غنعطيوهم من وقتنا، ونشوفوا شحال غنولدوا. وتا في امريكا يعني الوليدات شويه غاليين الا بغيتي تعيشيهم في واحد المستوى. ونفسيتك حتى هي تجي من الخدمه تجي عيانه وداك الشيء. يعني واحد يفكر ويشوف علاش قادر، ماشي نجيو نولدو. وهذا الموضوع هذا نتمنى انه يفيدكم، نتمنى انه يعجبكم. الا شفتوا شي واحد غيستافد يعني تقاسموا معاه هذا الفيديو هذا. وشكرا على تشجيعاتكم، شكرا على هضرتكم الزوينه. عندي ناس يعني راقيين في القناه، ونتمنى اننا نكملوا هذا المشوار هذا. ونتمنى انني نكون خفيفه عليكم، وبوسه كبيره لكم، وباي باي، مع السلامه.